اسامه رضا عبد الحميد. افندم. عبد الناصر عبد المحسن عبد الغليل. عاطف فراج محمود مرسي. اسلام محمد عمار. احمد محمد عراقي. الخطيب محمد نجيب. محمود طه محمد ابو جمره. سرحان الشعراوي عبد الهادي. سعيد مجدي سيد. مؤمن محمد صالح. محمد جميل الشناوي. عز محمود احمد عبد السميع. احمد عبد العليم محمد محجوب. هاني رمضان. احمد علي الصعيدي. وليد سيد عبد السميع. خليل محمد احمد. محمد نعيم عبد الفتاح. سمير اسكندر سعيد. يوسف عزيز وهبه. الاساتذه المحامين جاهزين ولا؟ جاهزين يا فندم. مع الاول والاثنين جاهزين مرافعه؟ ايوه. طلبات؟ ملناش طلبات. مع المستشار معاليك. عايزين بقى احنا عايزين نوحد الكلام. هتسمع شهود ولا هتترافعوا؟ انا بالنسبه لي شهود يتسمعوا الجلسه. ايوه ماشي. هنتكلم في ناس ثانيين. احنا لسه ساعات المستشار. احنا هم في شهود، كل الشهود جت بتاعت الاثبات. فساعتك عايزين نسمعهم بعد اذن عليك. في شهود اثبات وفي 2 شهود نفي. شهود مين البطايق بتاعتهم فين؟ مفيش حد منهم، مفيش شهود اثبات غير مينا فصيح. هنا منير فصيح مش مينا. هو منير فصيح، هو مينا فصيح. سعاده الرئيس هو. طبعا عند مينا مش ما هو في تحيات النيابه منير سعادتك وماضي منير. ايوه منير صح. على اي حال هو واحد بس اللي حضر من شهود الاثبات. في سعادتك بدر عبد المسيح شحاته وسليمان صادق من هارون مرزوق. طيب شهود الاثبات ده موجودين بره. بعد اذنك الحرس يجيب لي الاول منير فهيم فصيح. منير فهيم ولا فصيح فهيم. هو اسمه منير. فين مينا فصيح ولا منير؟ اسمه ايه؟ خلاص يا ابني تعالى هنا. قول والله العظيم اشهد بالحق. والله العظيم اشهد بالحق. ولا اقول غير الحق. ايه معلوماتك؟ ما معلوماتك بشان الوقائع والتهاب؟ ايه معلوماتك بقى اللي حصل ايه يوم الحادثه دي؟ من الحادثه انا كنت جاي من بره. شفت المحلات اللي بتتقفل. ايه المشكله يا جماعه؟ كنت جاي من بره؟ بعدين مروح بيتنا. طيب ايه المشكله؟ يوم الحادثه انا كنت في الشارع ومروح بيتنا، لقيت ايه؟ المحلات بتتقفل. لقيت المحلات بتقفل في الشارع. سالت ايه المشكله؟ في خناقه. ايه الخناقه دي؟ ما اعرفش. بتسال الناس يعني؟ بسال الناس. قالوا لك ايه؟ في مشكله، في خناقه. فبسال الناس قالوا لي في خناقه بين مين ومين؟ ما اعرفش، ما سالتش على التفاصيل. وانا ما سالتش على التفاصيل. فدخلت البيت. بعد كده بدأ ضرب النار من الساعة 7. بيتنا احنا دخلت البيت. بيتك في الشارع؟ ورا الكنيسة بالظبط. وبعدين انا بيتنا ورا الكنيسة بالظبط. سمعت ضرب نار تقريبا من الساعة 8. من الساعة 8 بالليل. لحد امتى؟ لحد الساعة 12 بالظبط. ضرب النار شغال في اتجاه الكنيسة. وضرب النار شغال في اتجاه الكنيسة. مين اللي كان بيضرب نار؟ الله اعلم. من الذي كان يطلق العيارة النارية؟ الله اعلم. بس ضرب النار كان في اتجاه الكنيسة. ايوه ماشي. تمام. ضرب النار كان في اتجاه الكنيسة. سين. ومتى كان ذلك؟
قول الساعه كان كام ولا انت بتقول؟ من الساعه 8 مساء الساعه لحد امتى كان في ضرب النار؟ لحد الساعه 12. ضرب النار كان من الساعه 8 لحد الساعه 12. ألم تشاهد آن من المتهمين يطلق العيار النارية وقت حضورك؟ ما شفتش حد من المتهمين انت اللي في القفص دول بيضرب نار لما انت رحت؟ احنا ما قدرناش نفتح الشباك من كثر ضرب النار. احنا ما قدرناش نفتح الشباك من كتر ضرب النار. حد من الاساتذه عايز يسال حاجه؟ ده راجل ما شافش حاجه. ما انا عايز اساله برضه ساعات بس هو عربيته اتحرقت في الاحداث. ما هو بيقول عربيتين يا فندم، عربيتين. عربيتين انا وابن عمتي الشاهد اللي جاي ورايا. شفت حد بيحرق العربيات دي؟ حرق العربيات من الساعه 12 للساعه 4 النار ماسكه في العربيه. نتصلوا باي حد. بس بسالك سؤال محدد. وهل شاهدت واقعه احتراق السياره المملوكه لك وقت حضورك؟ شفت العربيه مولعه؟ شفتها من الدور الخامس انا على شفتها بعد. من الدور الخامس على بعد. ساعتها النار لما مسكت في العربيه كانت تحت كابينه الكهرباء، فصل نور البيت والشارع كان قطع، ما فيش كهرباء في والدنيا البيت كانت خالص. ضلمه وما شفتش اللي مولع في العربيه ولا شفته؟ ما شفتش اي حد، بس كانت الناس بتجري في الشارع والعربيه مسكوا النار مسكت في العربيتين في وقت واحد. انا بتكلم على رؤيات للمتهمين، لكن انا شفت العربيه بتاعتي مولعه وما اعرفش مين اللي ولع العربيه وقت ارتكاب الحادث. تمام. عايز اساله ساعات المستشار هيتهم حد من المتهمين؟ احنا سالنا السؤال ده يا استاذ، مش عايز بقى ايه ندخل نفسنا. لا سعادتك هو بقى انا ما شفتش. انا عايز اساله هل هيتهم؟ انا سالته قلت له شفت حد بيضرب نار ولا بيعمل؟ قال ما شفتش. حرق العربيه سعادتك هل بيتهم حد بحد؟ لا قال ما شفتش ما شافش. مش عايزين نقعد بقى نعيد عشان أنا مش عايز أعيد انا ممكن اقعد 5 سنين في القضيه دي لا، قاعد لا، معاكم. إحنا مش عايزين لا انا بالي طويل قوي. لا سعاده المستشار عايزين تقعدوا احنا قاعدين. احنا عايزين بس هو السؤال هل بيتهم حد ولا لا؟ هل انت فاهم احد باحداث لا احراق طبعا سيارات؟ أنا ما شفتش. بس سعاده الرئيس وقع يا سيدي تعالى. هات لي سليمان صادق شفيق. سليمان صادق شفيق. سليمان صادق. حد من الحرس يكون عند الباب عشان يبلغ بس الشاهد الثاني. سليمان صادق شفيق. خد البطاقه بتاعتك. اقف زي ما انت كده بس بالظبط. قول والله العظيم اشهد الحق. والله العظيم اشهد الحق. هذا في نص السطر. انت فاكرها لي؟ سين سؤال وما معلوماتك بشأن الواقع محل الاتهام؟ ايه اللي انت شفته يوم الحادثه دي؟ كنتش موجود، انا كنت في زياره عند بيت خالي انا كنت في زياره في بيت خالي وبعدين اللي هو ركنت العربيه ورحت مشوار. عربيتك انت؟ وركنت عربيتي فين حته كنت راكنها؟ تحت البيت بتاع بيت خالي اللي انا كنت البيت بتاعك فين حته مكانه؟ اللي هو في الخصوص جنب كنيسه مرجرس. جنب الكنيسه في نفس المكان الشارع اللي وقعت فيه الحادثه. جنب كنيسه مرجرس. انا كنت عند خالي ورجعت ركنت السياره بتاعتي عند خالي في الشارع اللي حصل فيه الحادثه. ورحت فين؟ نزلت في وسط البلد نزلت في وسط البلد. اتصلوا بيا قالوا لي عربيتك ولعت. اتصلوا بيا قالوا عربيتك احترقت. بس ألم تشاهد أيا من المتهمين وهو يقوم بإشعال النيران في سيارتك؟ ما شفتش حد؟ كنتش موجود. أنا ما كنتش موجود. تسمع حاجة يا سيدنا؟ ها؟ ما شافش حاجة. إلا بك أقوال أخرى جملة وقع. هارون منسي. هارون 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 تعالى يا هارون. قول والله العظيم اشهد بالحق. والله العظيم اشهد بالحق ولا اقول غير الحق. ولا اقول غير الحق. ايه معلوماتك؟ خدت بياناته عندك؟ معلوماتي انا استنى دي واحد عشان يكتب اللي انت هتقوله. ها قول يا هارون. كنت متواجد الساعة 7 وحصل ضرب النار ومشيت، ما رجعتش غير الصبح تاني يوم في اثناء الحادثة. كنت موجود فين؟ كنت موجود في الكنيسة، انا اسيس الكنيسة. انت اسيس الكنيسة. يعني كنت موجود في الكنيسة قبل ضرب النار. قبل ضرب النار وسمعنا اول طلقة، طبعا خفت على الناس مشيتها وقفلت باب الكنيسة. طيب انا كنت موجود في الكنيسة قبل الحادث وبعدين سمعت ضرب نار.
قفلت الكنيسه وخدت ناس ومشيت. سين، ومن الذي كان يطلق العيار الناريه حال وجودك؟ ما اعرفش. ده كان جاي من ناحيه المعهد الازهري لكن ما اعرفش مين. الضرب النار كان جاي من ناحيه المعهد الازهري، لكن انا ما اعرفش مين اللي بيطلق النار. يعني ما انا ماشي لعلمك سبب المشكله دي كانت ايه؟ واحنا ككنيسه في مشاكل سابقه. وبماذا تفسر اطلاق العيار الناريه وقت وجودك؟ جيم. احنا اثناء المباني بتاعت الكنيسه كان في مشاكل سابقا من بعض الناس سابقا يوم 16/5 وانت السنه بتبني اللي الكنيسه فاتت. دي بالذات؟ احنا بنكمل بعض الادوار فوق الساعات. وفي ناس طبعا تدخلت في هذا الامر. استاذ سمير اسكندر المحامي بتاع الكنيسه، وكان عم سمير من الناس الموجوده. كان في خلافات سابقه على بناء الكنيسه بينه وبين المسلمين، وبعدين بس وانتهت الخلافات. انما انا بكلمك على الواقعه دي يومها الواقعه دي لا مفيش اي مشاكل لا خالص نهائيا. ما كانش في مشاكل وانا ما اعرفش. طب ما تعرفش مين اللي كان بيطلق العيار الناريه دي خالص؟ نهائيا ما كنتش موجود. انا أنا 7 مشيت ومشيت الناس. جيم انا مشيت وما اعرفش كان سبب المشكله ايه. حد عايز يسال حاجه؟ نسال واحد. قول يا استاذ. اي حد. الاول ساعتك الاول. أنا عايز بس أسأل الشاهد عن طبيعة علاقة المتهم محمود الألف هلال بالأقباط الموجودين في المنطقة. علاقته بالأقباط إيه في المنطقة؟ احنا الواقعة سيبنا من العلاقة، احنا بنتكلم على الواقع يعني. ما أنا متهم أساسي. ممكن تكون صاحب النهارده ونموت بعض بكره، ما هيش مشكلة. ممكن نكون أصحاب النهارده ونفتكر الجنيه بكره، علاقته بها إيه؟ يعني أنا عايز أعرف بس طبيعة إيه وما طبيعة من اللي حضر على المتهم التاسع. وما طبيعة العلاقة بين المتهم التاسع اسمه إيه؟ محمود الألف هلال. محمود الألف والمسيحيين المتواجدين بالمنطقة. علاقة سليمة وزي الفل كويس معانا زي الفل. هل له دخل انما لعلمك انه دخل في ولا ما تعرفش؟ لا ما عنديش اي علاقه بهذا الامر لان انا. وهل له سمة علاقه بارتكاب الحادث؟ انت ما شفتوش وقت الحادث؟ لا مش اصل انا قفلت الكنيسه 7 ومشيت لان طبعا في قلق. متهم العاشر يا ريس. متهم العاشر. استاذ هارون هل قول لي انا عايز اساله سؤالين بس. السؤال الاولاني، هل انت اللي كنت اتسالت في مداخله تليفونيه مع الدكتور ايوه يوم الحدث؟ مالها دي؟ انا ليه اساسا ساعتك مقدم سي دي وصوته وما كانش صوته موجوده. قال ايه يعني فيه؟ هو سعاده الرئيس انت قلت ايه بالنسبه للاخ محمود ابو السعود تاني يوم لما جينا الاخوه اللي ساكنين جنب الكنيسه دور محمود ايه ابو السعود؟ هل دور محمود كان في التهدئه؟ برضه انت بتسال في اسئله انا سالت قلت له علاقته بقى انا ما اعرفش، انا ما شفتش قفلته ومشيت. لا مع الرئيس هو قال ان محمود قال سعادتك ان محمود كان من ضمن المدافعين عن الكنيسه، هو الاخ هاني السلفي. الناس اللي في المنطقه قالوا نفس الكلام ده، قالوا محمود وحد اسمه هاني كان بيدافع عن الكنيسه. فانا قلت الكلام ده. مين اللي قال لك بقى؟ كذا حد من المنطقه هناك. حد يعني مسيحي ولا مسلم؟ لا مسيحيين في مسلمين، الناس قالت ده وده طبعا. وما دور المتهم العاشر؟ ايوه محمود ابو السعود في ارتكاب الحادث. شفت يعني له دور؟ انا ما شفتش اي حاجه، انا ما شفتش ده كلام اتقال لي. لكن الناس قالوا ان علاقته بالمسيحيين كويسه. حاجه ثانيه؟ كان بيدافع عن الكنيسه. لا ما هو ما شافش. ما هو قال ان كان بيدافع عن الكنيسه. المسيحيين واخبار قالوا انه كان بيدافع عن الكنيسه. وقالوا له ان هو كان بيدافع عن الكنيسه. ماشي؟ ريحتك الكلام؟ وعلى اذن معاليك هو قرر قدام الهيئه الموقره دلوقتي، وقرر في تحقيقات النيابه صفحه 237 ان في مشكله مع ناس محاوطين بالكنيسه، مشكله قديمه، ومتقدم محاضر بالكلام ده، وقال على سبيل المثال سؤال عايز اعرف اسماء الناس اللي معاهم المشكله اللي هم محاطين بالكنيسه. اسامي الناس اللي دائمي المشاكل ودائمي التعدي على الكنيسه اللي هو قال عليهم دلوقتي. كان في مشاكل بين حضرتك معاك صوت ورا اذا سمحتوا. مش عايزين صوت ورا، اللي بينام ده مش عايزين يكون صوت. جواب الصبح مقدمه استاذ اسكندر سمير. انا بتكلم سؤال زي هو صلاح ابو القاسم. ايه المشكله كانت بين مين من المسلمين والمسيحيين والكنيسه؟ مش مسيحيين، مع الكنيسه يا استاذ صلاح ابو القاسم اللي في الوش. مين صالح؟ صلاح ابو القاسم. صلاح ابو القاسم سعاده الرئيس. وما سبب الخلاف بين الكنيسه والطرف الاخر؟ كان في مشكله بين صلاح ابو القاسم والكنيسه. الكنيسه شخص معنوي، مين من الكنيسه؟ الكنيسه كلها كده يعني كمان. هو اي وقت بيحصل شعائر دينيه بيزعق ويخرب الدنيا. وكان اي وقت بيحصل فيها شعائر دينيه كان بيزعق ويخرب الدنيا. ماشي؟ سؤال بقى يا سعاده الرئيس، هل بيتهم حد بقى من المتهمين باحراق الكنيسه ولا لا؟ ما سعادتك ما احنا عايزين هو كمجني عليه. لا حول الله يا رب. يعني يا سعاده الرئيس هو ما شافش. لا ماشي يا سعاده الرئيس. وقع يا استاذ. ماشي.
بدر عبد المسيح شحاته عبد المسيح. بدر عبد المسيح. زي ما انت هنا لا ساعات قول والله العظيم اشهد بالحق والله العظيم اشهد بالحق ولا اقول غير الحق ولا اقول غير الحق. وهي معلوماتك ما شفتش حاجه. الواقعة موضوع الاتهام ايه اللي تعرفه عن الواقعه دي؟ انا كنت حضرتك نايم في البيت واتصلوا بيا قالوا المخزن بتاعك اتحرق بس كده. نزلت لقيت المطافي بيطفوا والناس اللي ساكنه. انا كنت نايم في البيت اه وبعدين اتصل بيا. مين اللي اتصل بيا؟ السكان اللي في العماره. سكان العماره اتصلوا بيا قالوا لي تعالى علشان الحانوت بتاعك او المحل بتاعك اتحرق. فانا رحت لقيت المطافي بيطفي فيه. كان امتى الكلام ده؟ الساعه كام؟ كانت في حدود 4:30 كده. ومتى كان ذلك؟ دي يمكن الساعه ولا 4 الفجر تقريبا. سين ألم يخبرك أحد بمحدث تلفيات المحل الخاص بك؟ ما حدش قال لك فلان اللي ولع في الدكان بتاعك ده خالص؟ جيم لا، ما حدش قال لك حاجة. ألم تشاهد أيا من المتهمين وهو يشعل النيران في متجرك أو في حانوتك؟ جيم ما شفتش. هل تتهم أي من الناس دي بإحداث تلفياته؟ جيم ما شفتش حاجة. واقع. بعد اذن عليك سعاده الرئيس، السؤال مهم بس هو مبلغ، ده من ضمن المبلغين ومتهم ناس. المحضر سعادتك 8 احوال بتاريخ 6/4. هو ما اتهمش حد. لا متهم سعادتك في ناس. عندك في دفتر الاحوال لكن في قصدك في محضر الشرطه لكن في النيابه ما اتهمش حد. طب ما انا عايز اساله على الجزئيه دي سعادتك. طب اسال ايه؟ عايز تقول له ايه؟ اللي هو جه في اقواله في اتهامه ان هو بيتهم كل من الشيخ محمد الموال ورفعت ابو عوف السمكري ومحمد عمر وشهرته. جاء باقوالك في تحقيقات الشرطه انك تتهم كل من الشيخ محمد الموال ورفعت ابو عوف السمكري ومحمد عمر وشهرته محمد هزاز ومحمد جريشه وبلال الصيني. فما قولك في هذا الاقوال؟ انت كنت بتتهمه في الشرطه محضر الشرطه فعلا في دفتر في محضر الاحوال الاولاني ان الناس دي هي اللي ولعت في المحل بتاعك؟ لا، اللي كان المحل اللي جنبيه هو اللي اتهم، فالصور اللي كتب المحضرين كتبهم نفس الصيغه. المحل اللي جنبي هو اللي كان متهم الناس دي. محمد جريشه قول لي اسماء المنوعه محمد عمر ورفعت ابو عوف السمكري وبلال الصيني والشيخ محمد الموال. جيم المحل اللي جنبه هو صاحب المحل اللي جنبه هو اللي كان مبلغ بالموضوع ده وعلى الاسماء دي، لكن انا ما اتهمت والشرطه كتبوا الاسماء في المحضر بناء على بلاغ. لكن انت ما تتهمش حد منهم ولكنني لا اتهم اي منهم بشيء. هل لديك اخوان اخرى؟ واقع. هات لي شريف عاطف حسن عبد الرحمن. قرر انك انت على كنت بعد مسافه لا تامين اللي كان داخل العقار. المسافه اللي كانت بيني وبين المشكله قولي مثلا حضرتك زي ماشي. هل كنت تستطيع انك انت تشوفيهم المتهمين؟ لا، تميز امال عرفتهم ازاي؟ ان هم نجيب وهاني وبتاع؟ انا عرفت ان هم دول اصحاب البيت لما دخلوا البيت مع انا عرفت ان هم الألفي اصحاب البيت لما دخلوا البيت عشان يحلوا المشكله جوه المدخل. بس هو الوحيد في المرافعه يا استاذه قولي اللي انت عايزاه بقى. ما اصل هي جت شهاده كده يا ريس ودتنا شمال وجابتنا يمين تاني في الشهاده في الكلام. سؤال من الحاضر مع المتهم الاول مع المستشار. قررتي بشهادتك انك رايت من اطلق النار. هل تستطيع تمييزه من بين المتهمين الموجودين بقاعه المحكمه؟ هو انا ما اعرفوش بس يعني ما حققتش من ملامحه قوي، بس ممكن احاول اشوفه. لا انت شفتوها بضرب نار. ما انا عايزه اقول لحضرتك كان واقف قدام مني. هل تستطيع تمييز كان واقف قدام مني ثابت الرؤيه عليا مصطفى ومحمد. كان قدام مني مصطفى ومحمد. ما انت عرفت ان نجيب له هيبقى ازاي؟ مش انا طلعت مصطفى حضرتك في نفس اليوم بالليل عندي. هو اللي قال. ايوه، فبقول له يا مصطفى اسمه ايه اللي ضرب ده؟ هو انا سالت قال لي اسمه مصطفى نبيل. عبد الباري قال لي اللي كان بيضرب نار اسمه نبيل.
لان مصطفى الوحيد هو اللي كان واقف قدام منه بس المرافعه اللي انتوا عايزين شايفه تقولوا الكلام عين. ده كله معلومه. كان في اسلحه تانية موجوده يا ريس في الوقت ده؟ يعني هو السلاح ده الوحيد ولا كان في كم من الاسلحه؟ لا ما كانش في اي حد بيضرب بسلاح، ولكن بعد ما قامت المشكله والواد سقط على الارض في واحد استخدم مسدس صوت قعد يضرب فيه في الهواء. بس بعدها بقد ايه؟ بعدها بقد ايه يا ريس؟ بعدها بقد ايه؟ فضلت واقفه في مكان الحادثه الحادثه استمرت حوالي يمكن ساعه. انت فضلت واقفه في مكان الحادثه لما دي ظهر حادثه فضلت واقفه مستنيه لحد مصطفى ما راح الاسم كان شرط وفضلت مده وجودك في مكان الحادث قد ايه؟ مش عارفه انا ما جاش في لا قولي لي حداد انت المفروض تدرسي في القانون. الحادثه حصلت حوالي ساعه، يعني ايه فضلت واقفه؟ لا ده كان ضرب النار لحد النار ما طلع مش ساعه. لا مش لحد النار ما طلع. لا لحد الاخر. والله العظيم ما حصل لحد النار. المهم انت ما شفتش شفت الدراجين بس اللي كان بيضرب وكان في ضرب بس بلغت ما بقتش فيها النظر لان مصطفى كان واقف انا بسالك سؤال، كان انت وقت ما شفت النجيب لوحده اللي كان بيضرب ولا كان معاه ناس تانيين بيضربوا؟ لا هم دول كانوا جوه، دول كانوا ضربوا بعد كده امتى بقى؟ بعد المشكله ما تصاعدت كده ضرب دخل خد بعضه ودخل جوه وقفل الباب. فبعد ما قفل الباب اتلمت الشباب كلها فضلت تزق في الباب زق جامد بيحاولوا يكسروه. بعد ما نجيب ضرب النار دخل جوه وكان معاه بقيه المتهمين وبداوا فهم الناس تزق في الباب. قعدوا يضربوا بقى من فوق بالطوب وبالسلاح حتى جت طوبه في واحده صاحبتي اسمها امينه في الباب ساكنه في تاني دور في العماره اللي فيها عنه. وقعد حاجات من الطوب لحد ما وصل على المستشار. هل شاهدتي وقعة حرق العقار او حرق السيارات اللي كانت موجوده؟ شافت واقع حرق السيارات ولا حرق العقار؟ بداوا من هقول لك بقى بعد ما راحوا القسم يعملوا المحضر مصطفى ومحمد حسنين والالفي بدات الشباب كانت بقى هم يعني لما قعدوا يضربوا نار في ناس جت خدتهم وخرجتهم فالبيت اتساب مفتوح. بداوا يجيبوا عفش وحاجات ويرموها خرجت مين؟ خرجت مين يا معالي الوزير؟ خرجت مين بالظبط؟ في ناس جت خرجت مين من البيت؟ مين هم؟ ما انا ما اعرفش اسماء. لا انت كنت واقفه كل الوقت ده لغايه رمضان. على فكره مش انا لوحدي بس كل الوقت. بص هقول لحضرتك على حاجه. خليكي معايا يعني. كل الناس اللي كانت في الشارع اللي ساكنه بما فيهم ابو شيماء الكهربائي، بما فيهم المحلين مفتوحين بآلة بتاع مؤية وآية اشرف، كل الناس اللي في الشارع دخلوا طلعوا الناس دول. لا مش دول اللي جوت ناس من بره اللي ما اعرفش هم مين طلعوهم. ناس لكن كل الناس دي كانت واقفه وشايفه الواقعه كلها ومحدش عايز يجي يشهد. لكن ما شفتيش مين اللي اشعل النار في البيوت ولا في العربيات؟ كلها عيال صغيره سن ال 13 ال 15 في الرينج هم ده اطفال كده. صغيرين اللي اشعلوا النار في العربيات. سؤال اخير بس يا مع الرئيس بس جوهري يعني بعد اذن معاليك. لما مصطفى راح قبلك هو ومحمد حسنين وخلص وسأل في البندر وعمل المحضر وتمام ايه اللي منعه من الرجوع لبيته الاصلي وزوجته اللي على ذمته ورجع لك انت؟ هقول لا بس انا ممكن اقول ليه؟ اتفضل. لان انا عارفه ان في بلاغ قديم كان متقدم من الكنيسه ضد صلاح ابو القاسم ومصطفى وده انا عارفه بيه، فخفت ان حد انا لما طلعته كان لسبب تاني وما اعرفش ان هو يتاخد في القضيه دي. انا خفت حد في وسط القصه وفي وسط الهوجه بعد حضوره من القسم انه ممكن يضربه بالرصاص وما حدش يعرف مين اللي عمل معاه كده وطلع ولا نزل. ايوه جاي عندك ليه؟ جاي عندك ليه تاني؟ انا طلعته عندي علشان خفت ان حد فيه المشكله يضربه بالرصاص على المشكله القديمه. انت بقى على هو وطنيه كمان يعني؟ ده ابو ولادي ومعايا منه ولدين. ليه؟ انا طلعته. ما هي العله التي جعلتك تلتقط كل وتظل في الشارع لكل هذه الاحداث مع هروب جميع رجاله الخصوص من اطلاق العائره الناريه؟ لان المكان اللي انا كنت واقفه فيه استحاله تيجي عليا فيه طلقه. صفي لنا المكان يا سيدي. المكان اللي كنت واقفه فيه كان شكله ايه؟ انت مستخبيه فين ولا؟ هقول لحضرتك البيت بتاع فاروق كده. في عماره اللي فيها العماره دي اسمها ايه؟ العماره اللي فيها بينك وبين تجيب قد ايه كام متر؟ هي 3 بيوت بالظبط. بص العماره بتاعت اللي فيها امينه، البيت اللي جنب منه بيت مقفول، البيت اللي جنب منه بتاع سمير المحامي ماسك ناصيه. الشارع ماسك ناصيه. هم فيها 3 بيوت. 3 يعني كام متر؟ انت مش بتعلمها ممكن بتاع 25 متر كده. 25 متر تقريبا. اللي يقف على الناصيه هناك يبقى شايف كل حاجه. لا مش عايزين نطول. اتفضل يا استاذ بقى. انت بدايه الاحداث بقت فتنه. يعني انا عايز اسال بس. طب انا عايزه اقول على حاجه. انا عامله بلاغين حاكيه فيهم كل اللي حصل، واحد مقدمه للنائب العام، واحد بعته بجواب اذا سمحتوا اللي قاعدين. عامله بلاغين، واحد للنائب العام. سيبك من بلاغاتك، انا مش بتكلم في بلاغات. ما انا اللي حاكيه في اللي حصل. هنا قدامي بلاغات، انا باخد شهادتك اللي انت شفتيها وقت الحادثه. اسمح لي سؤال اخير. لا بس الاستاذ اللي وراك معلش ثواني مرتبط بالموضوع ده بس عشان المعلومه لا تتوه من الموضوع من الاول. لماذا لم تقومي بالابلاغ وانت في حكم شهادتك
ابلاغ اي جهه حكوميه او شرطه. انا بلغت يا استاذ بكذا بلغت. مصطفى قال لي انا رحت الاسم مع مصطفى حسن انا شايفاه يا استاذ اذا سمحت بس شهاده لانها موجوده من بدايه الاحداث على حسب ما سمعت. تقول لنا ايه هو دور المتهم محمود الألف هلال في التحريض على الاحداث؟ انت سمعت اي دور حد من المتهمين حرض؟ لا محمود ما حرضش لم تشاهد اي من المتهمين؟ ما حرضش. هل تنام الى سمعك من قام بالتحريض عن طريق النداء في ميكروفون الجامع وتحريض المسلمين؟ ودي بقى السؤال اللي انا عايزه اقوله. مين هو؟ لما لقيت المشكله تصاعدت، المحل بتاعي مقفول بالقفل لكن من جوه مش مقفول بالترابيز. عبال ما جريت اقفل المحل بتاعي من جوه في حد ندى، بس والله ما اتحققت من انا سمعت صوت واحد وحتى ما سمعتوش ايه اللي قاله بالظبط. لكن تعرفي محمود الألف هلال معرفه جيده؟ ايه؟ تعرفي محمود الألف هلال معرفه جيده؟ ما هو ساكن في البيت مع تقدري تميزي صوته؟ طبعا اقدر. هل هو الصوت اللي كان بينبأ في الميكروفون؟ والله العظيم لا يا استاذ ما تضغطش عليه. والله العظيم ثلاثة أنا حتى ما سمعت النداء اللي اتقال إيه. أنا كنت حريصة إن أنا أقفل المحل بتاعي لما لقيت المشكلة وسعت. المتهمين في ميكروفون المسجد. بعد كده هي سبق وقالت إن المسافة بينها وبين الحيطة دي للحيطة دي. وبعد كده رجعت قالت في المرافعة تقول الكلام ده، ما هتعملوا إيه في المرافعة؟ خلاص اترفضوا بقى على كلامها ونرفع جلسة. المستشار قال بالنسبة للمتهم بتاعي قال لك ما حضرتش. خلاص يا أستاذ ما حصلتش الكلام ده. نعم. أنا طرحت سؤال بعد إذن عليكم عن كونها تتعرف على المتهم المدعو نجيب من عدم. أنا بستأذن عليك أن تصف لنا ملامح بتقول لك كان قدام اثنين حاجبني عن الرؤية. يعني معليك أنا آسف جدا، هي شرحت قوي شافت ضرب مين وضرب فين وأصابه إزاي. وما تقول لك ما شافتش الشخص نفسه. أيوه ما شفتوش، قالك ما شفتوش. لو حضرتك واقف معلش يعني وفي كم من الناس وفي ناس ملمومه تقدر تحدد بالظبط الشخص اللي نفسه تحدده ازاي؟ ما انت حددت بالفعل. والله لازم. طب مين اللي ابلغك يا بص لي هنا يا مين اللي ابلغك بين نجيب اللي ضرب؟ مش انا خدت مصطفى وطلعت فيه فوق؟ مصطفى اللي قال لك؟ ايوه مصطفى عبد الباري اللي قال لي الواد ده انا ما اعرفش. سالت الراجل ده قال لي اسمه نجيب. مصطفى من ابلغها ان نجيب سمير اسكندر وقعي وهي لم تعرفه. اتفضلوا استريحوا بقى خلينا نشوف شغلنا. صوت مش عايزين صوت اذا سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. في في طلبات تانية لكم اظن كده يا عاصم. خلص يا عاصم. نازله على الطبيب الشرعي، نازله على الطبيب الشرعي.